بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. القصيدة دي قصيدة لسيدنا النبي، قصيدة لرسول الله، قصيدة بعنوان رسول المحبة والكمال. سيدنا النبي أنا كتبت له قصائد كثيرة جدا، إلا رسول الله وإلا رسول الله، وكتبت له في الإسراء والمعراج وفي مولد رسول الله ورسول الله يا زندي. ولكن طبعا مش أنا يعني رسول الله دي كل الناس كتبت عنه. ولكن يعني لما بكتب عن رسول الله بلقى روحي صغير خالص. فمن أنا حتى يعني أعطي رسول الله حقه. ولو الدنيا كلها كتبت، الشعراء كلها كتبت، الكتاب كلها كتبت، لم تعطي رسول الله ولو شعرة. فاللي بيسمع الفيديو إن شاء الله يصلي بعد سماع الفيديو، يصلي على رسول الله صلاة قد تكون له فيها شفاعة من الحبيب المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه. ويا ريت يعني أنا ما عنديش ثقافة ازاي أنشر فيديو على أوسع نطاق. يا ريت حد يعرف يسمع الفيديو وينشر الفيديو. يعني هو حكاية محبة في رسول الله، ليس فيها أي غض وليس فيها أي شيء إلا محبة في رسول الله. انشروا الفيديو على أوسع نطاق، تنالوا الشفاعة وتنالوا إن شاء الله رحمة ربنا بإذن الله، محبة في رسول الله. القصيدة بعنوان رسول المحبة والكمال. بقول فيها: لو تسامرنا في يوم أو سئلت عن سؤال، أي دنيا تبتغيها وأي حلم أو أمال، قلت إن الدنيا فانية، قلت إن الدنيا فانية والبقاء لها محال، حسبنا في الله وحده وكل ما دون زوال، إن حب الناس عندي ليس يوزن أو يكال، بعد حب الله يأتي، إن حب الناس عندي ليس يوزن أو يكال، بعد حب الله يأتي حب نبينا الهلال، بعد حب الله يأتي حب نبينا الهلال، أتذكرون ماذا قال أم نسيتم ماذا قال؟ لما أهل الكفر قالوا اترك الدين الوبال، قل ما شئت يا محمد أي جاه وأي مال، إن أردت منا ملكا يأتيك من قبل الزوال، قال يا أهل الكفر توبوا، قال يا أهل الكفر توبوا وارجعوا إلى الحلال، واتقوا الله في يوم قد تزول له الجبال، يوم لا ينفع فيه أي جاه وأي مال، يوم لا ينفع فيه أي جاه وأي مال، إلا من شمله ربي برحمة فيها المنال، أو شفاعة من رسول شفع يوما للغزال، أو شفاعة من رسول شفع يوما للغزال، إني رسول الله ربي، إني رسول الله ربي، جئت بقول يقال لأملأ الدنيا بنور بعد ظلم وضلال، لأملأ الدنيا بنور بعد ظلم وضلال، واجعل الحرام بين وكذلك في الحلال، لو جاءت الشمس يميني والقمر جاء شمال، ما تركت دين ربي إنه شيء محال، ربنا الله أكبر قم وأذن يا بلال، ربنا الله أكبر قم وأذن يا بلال. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. رجاء حبايبي ان الفيديو ده يتنشر على اوسع نطاق. ان شاء الله باذن الله من ينشر هذا الفيديو سوف ينال باذن الله تعالى شفاعة رسول الله ومحبته ان شاء الله، محبة في رسول الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.